صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوفوا الفيديو امتى. النهارده هنعمل عباية بيتي قماش كنار زي ما انتوا شايفين، متر ونص. اول حاجة عملتها ان انا تنيت القماش بالنص، والقماش كان طويل شوية، فانا هاخد من الطول بتاعه من فوق ومن تحت، هاخد شريطة صغيرة من فوق وشريطة صغيرة من تحت، علشان بس يعني كده القماشة عليا كده هي بالطول، مش عليا على ماما. كانت طويلة، فاحنا هناخد ايه حتة اللي انا بشاور عليها دي يا دوب شريط صغير من فوق ومن تحت. بعد كده هاخد القماشة بعد ما قصيت منها الشريط اللي من فوق ومن تحت، نفس الحجم من فوق ومن تحت، هتنيها كمان نص تاني بحيث يبقى عندي 4 مرات. حلو كده. هبدأ اول حاجة اعملها ان انا اظبط الحتة اللي من فوق دي اللي انا هعمل فيها الجزء العلوي بتاعي، علشان ابدأ ارسم الرقبة بتاعتي. الرقبة بتاعتي هعملها 10 في 10. بتكون طبعا على حسب الوسع اللي انتوا عاوزينه، بس 10 في 10 كانت مناسبة لذيذة. يعني لو عايزينها اوسع من كده طبعا بتوسعوا. عملت 10 في الطول و10 في العرض، وبعدين نزلت هنزل 2 سنتي دي للرقبة الخلفية، هنزل كده 2 سنتي واخد علامة. بعدين هنوصل، هوصل ال10 مع ال10 بخط كده، وبعدين هوصل ال10 اللي فوق بال2 سنتي اللي نزلته. اهو كده. وكده اصلا تكون ايه، خلاص خلصنا رسمة الرقبة سواء الخلفية او الامامية. بعد كده هنعمل ايه، الاكمام. الاكمام بتاعتي انا هعمل ايه، هنزل 20 سنتي. حلو كده. عايزينها اكبر، حلو يعني هي 20 كانت حلوة برضو لذيذة، بس لو مثلا الحجم اكبر او عايزين مقاس اكبر ممكن يبقى 25 30. لو بتحبوا مثلا فتحة الكم تكون واسعة، براحتكم يعني. بس اخدت علامة مكان ال20 سنتي، وخلصنا كده الرقبة بتاعتي. قلنا 10 في 10، وبعدين نزلت ال2 سنتي، ووصلت ال10 بال10 وال10 بالاتنين. حلو كده. بس بعد كده هنقص، احنا خلاص تقريبا يعني خلصنا نص الموضوع. هاخد علامة بس اول حاجة عند الكم مكان ال20 سنتي، وهعلم كده يعني دخلة صغيرة بالمقص، هعلم مكان ال20. بعد كده هنقص ايه، الرقبة الخلفية. الرقبة الخلفية اللي هو مكان الخط اللي وصلنا بيه من ال10 لل2، عشان لو حد ايه مش عارف. كده الرقبة الخلفية خلصت. حلو. هروح اسحب القماش كده من بعضه بحيث يبقى متفضل عندي النص الامامي بتاع العباية، او الجزء الامامي، الجزء النص اللي من قدام يعني، اللي هو بتاع ايه، بتاع الرقبة الامامية، واروح اقصها. حلو كده. كده يبقى احنا خلصنا ايه، الرقبة الامامية والرقبة الخلفية. هو لما رجعنا تاني القماش مكانه، شايفين ازاي
بانت يعني الفرق اهو كده. طيب بعد كده عندي ايه، انا عندي القماش لما طبقناه 4 مرات كان في عندي نص مش مفتوح. حلو كده اهو، شايفين هشاور عليه فيه اهو، النص ده عندي مقفول. هنعمل ايه، هفتحه بالمقص، هنقصه بالمقص. طيب بعد كده بنكون ايه، خلاص خلصنا ان احنا فتحنا الجزء اللي كان مقفول. لو حد عايز خلاص كده هنخيط عند الكتف، وهنخيط الجناب. لو حد عايز يعني هي كده خلاص خلصت. لو هنوقف هنا ماشي تمام. بس احنا هنعمل ايه، عايزة اعمل حركة كده في الكم يكون شكلها حلو ولذيذ. هنعمل ايه، واحدة واحدة مع بعض. اهو بوريلكم انه احنا لو عايزين خلاص نوقف هنا نخيط الاكتاف، وبعد العلامة اللي خدناها بعد 20 سنتي نخيط الجنب، وكده تكون خلصت. طيب احنا عملنا الانفورم وعملناه قبل كده في الاسدال بالتفصيل. عملتنا انفورم صغير، ممكن انزله بعدين لوحده ازاي بيتعمل، بس المهم عملناه. وبعدين حطيت القماش وش في وش كده علشان نخيط اول حاجة الاكتاف، اوصلها مع بعض، وبعدين ايه نيجي نشوف الكم واحدة واحدة. انا وعلى المكنة بالمرة الشرايط اللي احنا قصيناها في الاول من الطول لو فاكرين، هاخدها وهتني ايه طرف كده صغير، هتنيه تانيتين علشان الشكل يعني. بالمرة احنا على المكنة هاخد كله واتنيه الطول بطول الشريط كله. طيب بعد كده عملنا ايه، فردت كده العباية بحيث يكون ايه الكم قدامي ايه مفروض كده. انا عندي العلامة، فاكرين 20 سنتي اللي احنا نزلناهم فردناهم، فبقى عندي كام 40 سنتي. هاخد الشريط اللي انا تنيته من شوية وهقيسه على 40 سنتي كلها اللي معايا وش وظهر. حلو، انا هعمل حسابي كمان في زيادة 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا عشان الخياطة والحاجات دي كلها. واروح اعمل ايه بعد كده، اروح تانية لحد خط الكتف اللي عندي او خياطة الكتف اللي عندي. يعني انا عايزة طول الشريط ده يكون 1.5 مرة. فاهمين الفكرة، يكون عندي 1.5 مرة بس كده. وبعدين بعمل ايه، بس باخد حساب ان انا عندي 2 سنتي هنا وهنا للخياطة. بعدين بمسك مكان 1.5 مرة دول واروح ايه حاسبة قدهم مرة تاني عشان للناحية التانية للكم التاني.
حلو كده. لو عندي زيادة في الشريط بتاعي هنقصها. انا طلع عندي برضو حتة صغيرة فايه قصناها. لو انتي ما عندكيش خلاص مش مشكلة. اهو كده يبقى عندي ايه الكمين. هنشوف هنعمل ايه بالشريطين دول. طيب بعد ما شلتها هنعمل ايه؟ هنجيب الشريط ده واتنيه بالنص. اتنيه بالنص ليه؟ عشان اخد علامة، عشان العلامة دي اللي هنثبت، او المكان ده هو اللي هنثبت فيه عند الكتف. فاهمين الفكرة؟ يبقى هي دي اللي هنثبت، هو ده المكان اللي هنثبته عند الكتف، بحيث يكون نص اليمين قد نص الشمال. حلو كده. وبعدين هنعمل كده، انا بوريكم ان ده المكان يعني اللي هنثبته عند الكتف. بعد كده هاخد 4 صوابع من اليمين و4 صوابع من الشمال، دول هسيبهم فراغ واعمل سراجة ما بينهم. كل ده انا مش هعمل سراجة، انا هعمله على المكنة اسرع. هاخد كده خط، اخلي بالي بس ان انا سايبة 4 سنتي في الاول، او قد 4 صوابع و4 صوابع في الاخر، دول ما نعملش فيهم خياطة. طيب بعد كده بروح اعمل ايه؟ بسيب خيط يكون كده موجود من على اليمين او من على الشمال، مش فارقة كتير، بس انا بوريكم ان انا سبت قد ال4 صوابع دول او الكام سنتي دول، وابدأ اسحب في الخيط اللي عندي، وابدأ اكشكش الشريط اللي عندي ده. حلو كده. فيبقى عندي ايه؟ الشريط كأنه في كشكشة كده وحاجات وحركات كده، واحدة واحدة، لحد ما يتعمل ايه على طول الشريط كله، ما عدا ال4 سنتي من قدام ومن ورا. طيب اهو كده بعد ما كشكشناه، وهنروح نعمل ايه؟ زي ما قلنا العلامة اللي احنا خدناها اهي دي، شايفين؟ ده مكان العلامة اللي احنا خدناها، دي اللي هنثبتها او هتتثبت عند الكتف. نحطها في دبوس كده او نثبتها بأي حاجة، بس انا بوريكم الشكل. هيبقى ده الشكل بتاع الكم طبعا، يعني تخيلوا معايا لسه لما يكمل. هنعمل كده، هنثبت العلامة اللي احنا خدناها عند خياطة الكتف، وبعدين هنثبت كده وش في وش ونخيطها تحت المكنة اهو كده. طبعا نص اليمين نفس النص الشمال، ونخيطها على المكنة تحت المكنة، بحيث لما نيجي نعكسها هيبقى ايه شكلها لذيذ كده وحركات. طيب اهو بعد ما ثبتناهم ونقلبها الناحية التانية هيطلع شكلها خطير. طبعا عملنا نفس الحركة على الكم التاني، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنخيط على الطرف، على الطرف بتاع الكرانيش اللي احنا عملناها دي، او ايه الكم بتاعي، علشان بس ايه يطلع شكله ثابت كده وحلو. تمام.
طيب كده بعد ما خلصنا مش فاضل عندي غير ان انا اخيط الجناب. هنعمل ايه؟ هنعمل زي حرف ال، لان الجزء اللي احنا فاكرين سيبناه في الاول ده هنخيطه في بعض كده، وبعدين ننزل نخيط الجناب بتاعتي. حلو، هو زي هيكون زي حرف ال، انا بحاول اوريكم ان هو هيتخيط كده، وبعدين الجناب اهم حاجة الحتة دي. وبعد كده هنعمل تانية بعد ما نخلص الجناب، هنتني بس طرف العباية من تحت، نتنيها تانية بسيطة بس عشان ايه، خلاص كده خلصنا الفينش الاخير اهو بوريكم من تحت خالص كده، وهنتني ايه تانية.